تخيلوا مدينة ما فيهاش ولا شجرة حقيقية، والهوا فيها بيتباع في ازايز، والناس اتعودت تعيش من غير طبيعة كأنها نسيت شكلها اصلا. كل ده هنشوفه في المدينة دي، واللي بيعيش فيها ولد اسمه تيد، واللي بيركب الدراجة النارية بتاعته وبيفضل يلف في انحاء المدينة، وبيروح عند مكان معين وبيخرج اللعبة الطيارة الهوائية بتاعته، واللي بالعمد بيوقعها في بيت حد معين، وبيروح يرن الجرس وبتفتح له بنت جميلة اسمها اودري، وبتقول له هي الطيارة بتاعتك وقعت عندنا تاني بالغلط؟ فبيقول لها وهو في الحقيقة بيكون بيعمل كده لانه معجب بيها. فبتاخده اودري وبتوريه الرسومات اللي هي رسمتها على البيت بتاعها، فبيبقى معجب بيها جدا وبيسالها عن الرسومات دي، فبتقول له ان الرسومات دي كانت لاشجار حقيقيه موجوده في المدينه بتاعتهم زمان، ولكنها اختفت فجاه. واودري بتبقى عندها امنيه واحده، انها تشوف شجره حقيقيه بتكبر في المدينه بتاعتهم. فبيقول لها تيد ولو عرفت اجيب لك شجره حقيقيه ممكن تعملي ايه؟ فبترد عليه وبتقول له انها هتتجوزه على طول. فبيروح تيد البيت وبيبتدي ان هو يكلم اهله ان هو عاوز يزرع شجره. فوقتها مامته بترد عليه وبتقول له انه انت عايز تزرع شجره ليه؟ وهم عندهم شجره صناعيه احسن من الشجره الحقيقيه، وان الشجر الحقيقي ملوش اي اهميه. فوقتها جدته بتبعت مامته تعمل حاجه في المطبخ، وبتبتدي تتكلم معاه وبتقول له ان هو لازم يدور على اونس لير. وقتها تيد ما بيبقاش فاهم هي تقصد ايه، فبتقول له ان هو ده الشخص الوحيد اللي عارف السبب ورا اختفاء الاشجار، وان هو الوحيد اللي ممكن يكون عنده بذره شجره، ولكنه بيبقى عايش في مكان مهجور لوحده بره المدينه. وبتقول له ان عشان يعرف يتكلم معاه لازم يجيب حلزون عجوز و3 عملات ومسمار قديم ويدهم. فبيتحمس وقتها وبياخد الدراجه بتاعته وبيروح عند سور المدينه، وبيلاقي ان في باب عالي وبيلاقي زرار فبيدوس عليه، فبيخرج سلم من السور وبيطلعه عند الباب، بيتفتح الباب. وبعدين بنشوف منطاد في الهواء وبيبقى عليه صوره راجل اسمه هير، والراجل ده بيبقى صاحب شركه بيع الهواء، وبيبقى قدام مصممين بيحاولوا يقنعوه بفكره جديده وان هم يبيعوا الهواء في ازايز، وبيبقى مقتنع بيها جدا لحد ما بيدخل الحراس بتوعه وبيوروا له تيد خارج بره المدينه. فبيتعصب وقتها هير وبيقول لهم ان هم لازم يعرفوا الولد ده بيفكر في ايه. وبنشوف تيد وهو بينطلق بالدراجه بتاعته وسط مخلفات المصانع، وبيفضل ماشي لحد ما بيخرج من الباب التاني، وبيلاقي نفسه في مكان فاضي ومرعب ومخيف جدا، وبيبقى الهوا في المكان ده ملوث لان مبقاش فيه ولا شجر. وبيفضل مكمل طريقه لحد ما بيوصل لمنحدر عميق، بيفكر انه يستخدم لوح خشبي عشان يعدي، ولكنه بيقع في المنحدر وبيجري بسرعه عاليه وبيوصل للجانب التاني، وبيفضل ماشي لحد ما بيوصل لبيت اونس لير، والبيت ده بيبقى شكله قديم جدا، وبيفضل يقرب من البيت بالراحه وبيرن الجرس. واول ما بيرن الجرس بيتحدف عالي لفوق، والخطاف بيمسكوا على اخر لحظه وبيسحبوا وبيقربوا من الشباك لحد ما بيظهر اونس لير اللي بيبقى متعصب جدا وبيقول له انت ايه اللي جابك هنا، وبيطلب منه ان هو يمشي المكان بسرعه. فوقتها بيتضايق منه وبيفضل يساله عن الاشجار، فبياخدوا الخطاف وبيقربوا من اونس لير، ووقتها بيبقى مستغرب ان لسه في حد مهتم بالاشجار، وبيقول له ان هو هيحكي له على كل حاجه. بيبدا ينزله على الارض تاني وبيبدا يقول له ان هو السبب ورا اختفاء الاشجار دي كلها بسبب ان هو عمل اختراع اسمه السنين. وبنرجع بالزمن لورا وهو لسه شاب صغير وكان بيودع مامته وبيعرفهم ان هو هيقدر انه يغير العالم بالاختراعات بتاعته، ولكن وقتها اهله كلهم بيفضلوا يتريقوا عليه، ومع ذلك بيكمل اونس لير الطريق بتاعه وبيفضل ماشي عشان يدور على الماده اللي ينفع يخترع بيها سنين، لحد ما بيوصل لغابه جميله جدا فيها اشجار شكلها حلو، بيبقى فيها دببه شكلها لطيف واسماك بتمشي على رجلها عادي، وبيبتدي اونس لير ان هو يغني ويرقص معاهم لحد ما بيبدا يطلع العدد بتاعته. وقتها الحيوانات بتقف قدامه وبتبقى خايفه منه، فبيطلع لهم مارشميلو وبيديهم عشان ياكلوا ويلهيهم شويه، وبعدها بيبتدي ان هو ياخد الفاس بتاعه وراح عشان يقطع الشجره. فوقتها الحيوانات خافوا جدا منه وبدا ان هم يستخبوا، ومع قطع اول شجره بيحصل عاصفه كبيره جدا وبتكون دوامه في السماء، وبيخرج شعاع مضيء من الشجره المقطوعه وبيضرب البرق، وفجاه العاصفه دي كلها بتختفي وبيظهر كائن غريب اسمه لوريكس، وبيبقى متضايق جدا من اللي قطع الشجره وبيبدا ان هو يرص الحجاره حواليها، وبيبقى الحيوانات كلها حزينه جدا. وفي الوقت ده اونس لير بيبقى بياخد الفراق بتاع الشجره، وفجاه لوريكس بيظهر له وبيقول ان هو يبقى حارس اشجار الغابه، وبيأمره ان هو يلم حاجته ويمشي من هنا. وقتها اونس لير بيفضل يتريق عليه، فلوريكس بيبتدي ان هو يشيل الاحبال بتاع بيت، ولكن بيمشي وراه اونس لير وبيرجع الاحبال تاني، ووقتها بيستغل ان هو كان هيضرب الدب بالغلط وبيبتدي يخوف الحيوانات منه وبيقول لهم ان هو هيدمر الغابه. فوقتها اونس لير بيتعصب وبيقول له ان هو هيقطع كل الشجر الموجود ومحدش هيقدر يقف قدامه، بيسيبه ويدخل البيت. فبيدخل وراه لوريكس وبيقول له ان هو يلم حاجته ويمشي او هو هيطلق عليه لعنه الغابه، وبيسيبه ويمشي. وبنرجع لوقتنا الحاضر لاونس لير اللي بيبقى بيلوم نفسه ان هو ما سمعش كلام لوريكس. فوقتها تيد بيطلب منه انه يكمل له باقي القصه، فبيقول له انه هيكملها بس بكره، وبيودعه وبيسيبه ويمشي. وتاني يوم الصبح بنشوف تيد وهو قاعد بيفطر مع مامته وجدته، وقبل ما يخرج من البيت مامته بتقول له ان النهارده اجازه وانهم هيقضوا النهارده اليوم سوا، وبيبداوا ان هم يلعبوا سوا، وبتبدا جدته انها تلعب بالراحه خالص لدرجه ان مامته بتحس بملل وبتطلع اوضتها. فوقتها الجده بتطلب من تيد ان هو يروح لأونس لير، فبيفرح تيد وبيسيبها ويمشي، لكن هو ماشي في الطريق بيخبط في حراس هير، وبيوصل هير وبيرحب بتيد وبيقول له ان هو ليه مهتم بالاشجار قوي كده، مع ان هو بيكسب فلوس من بيع الهواء على عكس الاشجار اللي
وبتجيب الهوا ببلاش. هير بيهدد تيد وبيقول له انه ما يحاولش يدور على اشجار تاني عشان ما يأذوهوش، وقبل ما يمشي بيقول له ان هو زارع كاميرات في كل انحاء المدينه وبيراقبه وبيسيبه يمشي. وبرغم كل ده بيخرج بره المدينه برضه وبيروح لأونس لير وبيطلب منه انه يكمل له بقيه القصه. وقتها أونس لير بيسأله هو ليه مهتم بالاشجار كده، فبيفهمه ان هو بيعمل كده عشان صاحبته اودري اللي بتحب الاشجار ونفسها تشوف شجره بتكبر في الجنينه بتاعتها، وانه لازم يجيب لها الشجره دي. وبيفرح وقتها أونس لير وبيرجع عشان يكمل له باقي الحكايه. وبنشوف أونس لير وهو في بيته فرحان لانه عرف يخترع السنيد بتاعه من اوراق الشجر، وبيدخل ينام. وقتها بتدخل الدببه وبيشيلوا السرير من مكانه، وبيبقى ده تعليمات من لوريكس. وقتها بيحطوا السرير في الميه، ولكنهم بيتفاجئوا ان في دب من الدببه موجود على السرير، وبيبداوا ان هم يسحبوا الفراش عشان الدب يقع، ولكن بيفشلوا. وبيفضلوا كل الحيوانات يجروا وراه عشان ينقذوه، وكلهم بيطلعوا على الشجره وبيتمسكوا ببعض عشان ينقذوه، لكن الدب برضه ما بيرضاش ان هو يمسك ايد لوريكس. وقتها تيد بيحط رجله في الميه وبيغير مسار السرير، والسرير كله بيتقلب في الميه. وأونس لير بيصحى وبيستغرب من اللي بيحصل، وبيفضل يتفادى المنحدرات اللي قدامه لحد ما بيلاقي ان في شلال وما بقاش عارف يعمل ايه. ولكن وقتها لوريكس بيحدف على السرير صخره عملاقه بتخليهم يطيروا في الهواء وبينقذهم على اخر لحظه. وقتها لوريكس بيعمل صاعقه من الدبين وبيفوق بيها أونس لير اللي بيبقى مغمى عليه. وقتها أونس لير بيبقى متضايق لانهم حاولوا يخلصوا منه، فلوريكس بيقول له ان كل الحيوانات هنا محتاجه الاشجار وما ينفعش ان هو يقطعهم. فوقتها أونس لير بيوعدهم ان هو مش هيقطع اي شجره تانية مهما حصل، وبيودعهم وبيدخل البيت. وتاني يوم بيتخض أونس لير لما بيصحى لانه بيلاقي ان لوريكس وكل الحيوانات نايمين معاه في نفس البيت، وبيبقى متضايق من تصرفاتهم جدا. وقتها بيفهمهم ان هو هيرجع المدينه عشان يبيع السنيد بتاعه، وبيقول له ان السنيد ده ممكن ينفع يبقى قبعه او يتمسح بيه الارض. وفعلا بيرجع المدينه وبيبتدي يغني لاهل المدينه، ولكن بيتريقوا عليه وعلى السنيد بتاعه. وبيعدي ايام كتير عشان يقدر يبيع السنيد بتاعه، ولكن محدش بيبقى مهتم بيه. وقتها بيفقد الامل وبيرمي السنيد بتاعه على ست بتبقى قاعده، والناس وقتها بيعجبوا بيه لانها بتلبسه كقبعه. وبعدين بيرجع أونس لير للغابه، ولوريكس بيحاول ان هو يواسيه، وبيتقبل أونس لير الامر وبيعيش معاهم في الغابه لحد ما في يوم بيخرجوا على صوت دب جامد. ولما بيخرجوا بيلاقوا مجموعه كبيره من الناس، واللي بيبقوا جايين يغنوا لأونس لير عشان بيبقوا معجبين بالسنيد بتاعه وعايزين زيه. يروحوا يشيلوا أونس لير وبيفضلوا يحتفلوا بيه. فوقتها أونس لير بيكلم مامته وبيقول لها انها تيجي وتجيب العيله كلها. وقتها لوريكس ما بيعجبوش اللي بيحصل، وبنرجع لوقتنا الحاضر وبنشوف جدة تيد وهي بتسأله هو أونس لير قالك تجيب شجرة منين. لكن فجأة بيقابلوا أودري، وقتها جدته بتقول له هي دي بقى البنت اللي انت معجب بيها. فبيتوتر تيد جدا وبيمشي بسرعة. وبعدين بنشوف أودري بعد ما رجعت بيتها وبتتفاجئ ان هير مسح الاشجار اللي كانت رسماها. بعدين بنشوف تيد اللي بيتفاجئ ان هير قفل السلم اللي كان بيطلعه بره المدينة، ومع ذلك مش بيستسلم وبيفضل ينط من فوق البيوت لحد ما بيخرج بره المدينة. وبيروح لأونس لير وبيديله مارشميلو اللي هو اشتراه عشان. فوقتها بيشكره أونس لير وبيبدأ يكمل معاه القصة بتاعته. وبنشوف العربية اللي بتجري جوه الغابة بطريقة متهورة، وبينزل منها عيلة أونس لير، وبتنزل مامته وبتقول له انها كانت واثقة ان هو هينجح، مع ان ده ما كانش كلامها قبل كده. وبتأمر اخواته التوأم يحولوا العربية لبيت كبير. فوقتها بيتدخل لوريكس وبيقول لهم ان مفيش حد هيعيش هنا مهما حصل. فوقتها أونس لير بيحاول يهديه وبيقول له ان دول عيلته ولازم يبقوا جنبه عشان المشروع بتاعه يكبر. فوقتها لوريكس بيرد وبيقول له ان الشجرة بتقع في الاتجاه اللي بتميل ليه، ولازم هو يركز هو بيميل لأنهي اتجاه، وبيسيبه ويمشي. وبيبقى قاعد أونس لير بيخطط المشروع بتاعه. وبتيجي مامته وبتقول له انهم محتاجين يقطعوا الشجر لان لم اوراق الشجر وهي كده متعب جدا. فوقتها أونس لير بيرفض ولكنها بتقنعه. وقتها اخواته بيبداوا ان هم يقطعوا الاشجار بطريقه همجيه. وقتها خالته بتمسك لوريكس وبتحدفه بعيد جدا عشان يبعد عن أونس لير. وبيبدا أونس لير ان هو يخترع ماكينه كبيره لقطع الاشجار، وبيتجاهل كل التحذيرات اللي لوريكس كان قالها له قبل كده، وبيلوث البيئه بالمصنع بتاعه وبيأذي كل الحيوانات اللي موجوده، ومبقاش مهتم لاي شيء غير ان هو يعمل ثروه كبيره. وبعد فترة بنشوف الحيوانات اللي وضعها بقى وحش جدا ومش بيبقوا قادرين يعيشوا في المكان ده. وبعدين بنشوف أونس لير اللي بيدخل لمكتبه وبيلاقي جوه لوريكس قاعد مستنيه، وبيقول له لو هو كان مبسوط بعد اللي هو وصل ليه. فوقتها أونس لير بيتريق عليه وبيقول له ان هو ممكن يستخدم قوته ويمنعه، وبيفضل يتعصب عليه وبيطرده بره المكتب وبيخرجوا بره المصنع خالص. وبيقول له ان محدش هيقدر يقف قدامه لحد ما بيتقطع اخر شجرة موجودة في الغابة. وفجأة بيفوق أونس لير وبيكتشف ان هو دمر الغابة كلها. في الوقت ده هير بيكون عامل نظافة وبيلاحظ ان الهواء بقى ملوث. فوقتها بيجيله فكرة عبقرية. مامته وقتها بتقول له ان هو فاشل بعد ما مصنعه وقف لان الاشجار خلصت وبتسيبه وتمشي. وبعدين بيجي لوريكس وبيفهمه ان الحيوانات كلها هتمشي من هنا عشان يدوروا على مكان تاني يعيشوا فيه. وقتها لوريكس بيطير في السماء وبيرجع للسحاب. في الوقت ده أونس لير بيتضايق من اللي هو عمله، وبنرجع لوقتنا هذا واللي تيد
بيبقى قاعد بيسمع هو زعلان، ووقتها اونس لير بيقول له ان هو ندمان عن اللي هو عمله، وبيخرج بذره وبيرميها لتيد وبيقول له ان دي اخر بذره موجوده معاه، وبيطلب منه ان يزرعها في وسط المدينه عشان اهل المدينه يحافظوا عليها. وقتها بياخدها تيد وبيرجع عن طريق المجاري وبيضرب الكاميرا اللي على شكل قطه وبيدمرها، ولكنها مع ذلك بتقدر الكاميرا انها تصور البذره اللي مع تيد. وقتها بيروح لاودري وبيطلب منها انها تقابله في البيت، ومجرد ما تيد بيدخل اوضته بيلاقي ان مامته بتنده عليه، فبيسيب البذره على المكتب وبينزل بسرعه، وبيلاقي ان هير والرجاله بتوعه بيبقوا واقفين تحت وبيطلعوا اوضته وبيفضلوا يفتشوا فيها، وبيطلبوا منه ان هو يديلهم البذره اللي معاه، ولكن لما بيطلع تيد مش بيلاقيها اصلا مكانها. وقتها مامته بتتعصب وبتطرد هير من البيت، ولما بينزل بيلاقي ان البذره موجوده مع جدته وانها خرجت منها نبته صغيره. وقتها بتوصل اودري بيوريها البذره وبيقولها ان هم هيزرعوها في وسط المدينه. وقتها بتفرح جدا، وبيبقى في حد من الحراس بيراقب البيت. ولما بتخرج الام ومعاها تيد بيبتدي الحارس ان هو يجري وراها. لما بيوصلوا لنهايه الطريق بيلاقي ان الام خدعته وان ابنها كان عباره عن كرتون. في الوقت ده تيد واودري وجدته بيكونوا سايقين الدراجه عشان يوصلوا لوسط المدينه، وبنشوف هير بيطير وراهم باستخدام الصواريخ النفاذه، وبيفضل يجري لحد ما بيدخل جوه اسانسير وبيطلعوا لفوق. وقتها هير بيشوف البذره في ايده وبيحاول ياخدها باستخدام الخطاف اللي بيمسك في المروحه، وبيغير اتجاهها وبيطير البذره في الهواء، وبيحاول تيد ينطلق بسرعه عاليه عشان يلحق البذره قبل ما الحراس ياخدوها. حزن الحظ بتقع البذره في ازازه ميه كبيره، والحارس اللي سايق العربيه بيتخبط وبيقع منه الازاز كلها. ووقتها هير بيمسك الازازه اللي فيها البذره، وقبل ما ياخدها بينطلق تيد في اتجاهها بسرعه، وبتقدر الجده انها تمسكها بالعكاز، وبينطلقوا لحد ما بيوصلوا لوسط المدينه، ومش بيبقوا عارفين ازاي هيوصلوا للتربه. فوقتها جدته بتروح تركب الحفار وبتخبط تمثال هير وبتوقع راسه على الارض وبتكسر الارضيه لحد ما بتظهر التربه. وقتها بيفهموا الناس ان هم بيعملوا كده عشان يزرعوا شجره حقيقيه. فوقتها واحد من الناس بيقول لهم هم هيستفادوا ايه من الشجره دي، فبيدخل هير بسرعه وبيبتدي يخوف الناس من الاشجار، يقول لهم انها بتخرج ماده لزجه وانها خطر على الاطفال، وان البذره دي خطيره جدا وانهم لازم يقبضوا على تيد. فبيروح بسرعه تيد واودري وبيركبوا الحفار وبينطلقوا باتجاه السور، وبيفضلوا يخبطوا فيه كذا مره لحد ما بيكسروه، وبيوروا للناس ازاي العالم بقى شكله غريب جدا ومخيف من غير الاشجار. بيقول لهم ان هو بيدافع عن الاشجار وان الحياه بتاعتهم مش مثاليه وانهم محتاجين الطبيعه في حياتهم. ولما هير بيحاول يقنع الناس بالعكس محدش بيهتم بيه وبيصدقوا كلام تيد، وبيروحوا معاه لوسط المدينه عشان يزرعوا الشجره. وقتها حد من الحراس بيركب هير صاروخ نفاث وبيطيره بعيد عنه، ومع الوقت بتكبر الشجره وبترجع الاشجار تنتشر في المكان تاني، وبيخرج اونس لير من البيت بتاعه وبيبقى مبسوط جدا ان الاشجار رجعت، وبينزل الاشجار وبيتفاجئ ان لوريكس رجع تاني للحياه وبيرجع يحضنه. وكده يبقى فيلمنا خلص. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.